عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بشارك معاكم وصفة الهريسة المفورة، هريسة عربي تونسية تعمل الكيف. بويسك العيد على الابواب قلت يلا خليني نحضر شوية ونشجعكم في نفس الوقت باش تحضروا الهريسة متاعكم، تجي ياسر بنينة اصحين هريسة مع المشوي بن على بن. انا الحقيقة نحب نحضر كل شيء في العيد، نحب اجواء العيد. المهم خذيت لهنا 2 كيلو متاع فلفل، الفلفل الاحمر هذايا حار، وخذيت عليه 3 روس متاع ثوم، وقد ما تزودوا الفلفل قد ما تزودوا الثوم باش هكاكا الهريسه تجيكم فيوحه وبنينه. توا باش نمشي انا نغسل الفلفل ونقشر الثوم باش هكاكا ما نطولش عليكم، ونرجعوا نشوفوا شنو باش نعملوا اخر. كملت غسلت الفلفل، قشرت الثوم وخليته على جنب، وتو باش نبدا نشق الفلفل ونحي منه الزريعه، نشقه بالطريقه الواضحه قدامكم في الفيديو هكاك على 2، نحي الزريعه الكلها هكاكا، ومن بعد نزيد ننفضه باش هكاكا ما يقعد فيه حتى شيء، يعني ما تقعدش فيه الزريعه بالكل، باش هكاكا الهريسه تجي باهيه وما تجيش فيها الزريعه. وباش نكمل الكميه الكلها هكاكا بنفس الطريقه. وتوا باش نتعداو للتفوير متاع الفلفل، حطيت المقفول فيه الماء وخليته يغلي، وبعدين حطيت فوقه الكسكاس وبديت نحط في الفلفل بشوي بشوي، مره كميه متاع فلفل مره كميه متاع ثوم هكاكا، مره فلفل مره ثوم للي توفى الكميه الكلها، ومن بعد باش نغطيه ونخليه يفور على روحه للي الفلفل والثوم هذوكم يعني يطيبوا، وتوا نشوفوا كيفاش لازمهم يكونوا. وصاي لهنا الفلفل متاعي حاضر، ريتو الثوم كيفاش طاب، الفلفل ديجا ظاهر هاوكا طاب. توا شنو باش نعملو؟ ما نرحيوش الفلفل ديريكت، راهي الهريسه ما تجيكمش باهيه، باش نخليه يستقطر للي يتنحى منه الماء كومبليتمون، ومن بعد نتعدى نرحيه باش تصبر لكم. راهو الهريسه لازم تستقطروها من الماء بالكدا بالكدا، وديجا مازالت سخونه نخليوها زيده تبرد. لاني صايي بعد تعديت حكايه ساعتين هكاكا باش نبدا نرحي الفلفل متاعي. تحبوها مرحيه على الاخر ارحي، وتحبوها هكا معناها مش مرحيه برشا هكاك على كيفكم. انا ما نحبش تبدا مرحيه برشا برشا ماء، وما نحبش زيده تبدا خشينه هكاك، حسب الذوق نتاعكم نتوما. باش نكمل نرحي الكميه الكلها هكاك بنفس الطريقه للي توفى الكميه الكلها. وصايي لهنا كملت رحيت كمية الفلفل الكل، ريتو كيفاش الفلفل نحط فيه في الصفية باش نخليه يستقطر مرة ثانية، باش هكاكا الهريسة نضمن اللي هي تصبر لي أكثر وقت ممكن وما تجينيش معبية بالماء، باش نخليها حكاية تسبيعة أخرى، ومن بعد نرجع لها لهنا. بعد ما رجعت لها ريتو كمية الماء اللي هبطها الفلفل، وتوا باش نتعدى نفوح الهريسة متاعي باش نفرغها توا في صحفة، وباش نبدا نفوح. انا مني مفوحيش برشا، جوست ملح وكرويه اكاها، وحطيت كميه الملح، حطوا الملح حسب الرغبه متاعكم. بالنسبه للكرويه حطيت مغرفه ونص، وحطيت لهنا كميه متاع زيت زيتونه، ونخلط ونذوق ونشوف اذا كان ناقصه ملح او كان نزيد، اذا كان حسيتها مش مفوحه ناقصه كرويه كيف نزيد شويه هكاكا هاكا حسب الذوق متاعكم. خلطها لهنا هكاكا للي كل شيء ادخل في بعضه، وباش نتعدى نحطها في الحكوك. ماذا بينا يعني نحطوها في حكوك بلار يبداو معقمين باش هكاكا تصبر لنا. جبت لهنا الحكوك متاعي وباش نبدا نفرغ الكميه هكاكا نوزعها على حكتين. ومن بعد لنكمل نحط الهريسه في الحكوك، من فوق نحط زيادة شويه زيت زيتونه وكها. وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الريسيت، وان شاء الله زيد انتم تعملوها للعيد، راهي بنينه في وحتعمل الكيف كما قلت لكم مع صحين مشوي. نجموا زيد تحطوا معاها سلطه مشويه حسيلو بن على بن. وهذه الفيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وقولوا لي نتوما اشنو تحضروا للعيد هكا ناخذوا معناها افكار من عند بعضنا، واذا كان فما حاجه تحبوني نحضرها معاكم قولوا لي زيد في لي كومنتير. وتوا نقولكم بسلامه، وان شاء الله يا ربي نتقابلوا في فيديو اخر على قريب.